عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة كنت عايزة أقول لجدتي مفيش كده حكاية استفزتك شوية، ضايقتك شوية، مفيش حاجة حصلت معاكي ضايقتك قوي؟ فقلت أما أروح أقول لها كده واشوف هل هي فعلا يا ترى في مرة اتضايقت وكانت متضايقة من صاحبة الحكاية أو صاحبة الموقف اللي حصل معاها. أكيد طبعا كل الأشغال والأعمال بيبقى فيهم يعني مواقف. فرحت لها وقلت لها ازيك يا تيتا، ممكن تحكي لي حكاية حصلت وضايقتك؟ قالت لي طبعا حصل موقف طبعا ضايقني قوي. في يوم من الأيام دخلت عليا واحدة ست وكان عندها بعض الحروق في إيديها، فكانت متضايقة منها جدا. قلت لها ده سببه إيه؟ قالت لي وأنا طفلة اتدلق عليا الشاي وكان بيغلي وللأسف محدش لحقني فسابت الآثار ديت. الست دي كانت حلوة ما شاء الله، كان لونها خمري وأمورة، ولكن كانت إيديها منظرها شوية صعب. فكانت قبل ما تتجوز كانت قايلة لجوزها، لأن هي طبعا كانت بتلبس بكم فمدارية كمامها، فكانت قايلة له إن دراعتها محروقة وخلاص هو اتجوزها وخلاص. كان كل شوية لما يزعل منها يضايقها ويقول لها ايه بس بصي على دراعاتك، بصي شوفي شكلها عامل ازاي. فطبعا هي كانت نفسيا بتتضايق، فكانت كل شويه ما تسمعش منه كلمه حلوه، وبدل ما تسمع منه كلمه حلوه لا كانت بتسمع منه كلمه بس شوفي دراعاتك عامله ازاي. فقلت له انا ما غشتكش قبل الجواز، انت كنت عارف. فطبعا برضه ما بيسالش وبيعمل كده. وكانوا هم ساكنين وكان قرايبهم ناس يعني جيرانهم وفي نفس الوقت قرايبهم. كان قريب الزوج كان دايما يقول لها كلام حلو، لان زي ما قلت لك قبل كده ان هي كانت ست حلوه ولكن دراعاتها مش باينه. فالمهم ان الست دي قالت لي ان هي غلطت مع قريبه ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحاجات كتير كده يعني. فطبعا في يوم من الايام بنتها شافتها. بنتها دي كانت في الاعدادية قدك كده يعني. فالبنت بعد شوية مشيت مع ولد، ويعني على اساس ان هو هيتجوزها وكده يعني. فمامتها شافتها قالت لها انا شفتك وانت خارجه من المدرسه وكان في ولد مستنيكي وما قدرتش احصلك علشان اقول لك انت بتعملي ايه او ازعق لك. مين ده؟ قالت لها انا بمشي معاه وان شاء الله هيجي يتجوزني. قالت لها اللي عاوز يتجوزك يجي يخطبك بس انت لسه صغيره. قالت لها ما انا لما اكبر هيجي لي. قالت لها انا مش موافقه على اللي انت بتعمليه ده، انا هقول لابوك. قالت لها لو قلتي لابويا انا كمان هقول لابويا على انا شفتي اللي انت بتعمليه. طبعا هنا الام اتصدمت ان البنت شافتها، ما كانتش تعرف ان البنت شافتها. فقالت لي يا ترى اعمل ايه؟ طبعا هو الموقف انا ما قدرتش احل لها مشكلتها، لان كانت مشكلتها بالنسبه لي في الوقت اللي انا كنت فيه كنت ايامها يعني عندي بتاع 30 سنه، فما قدرتش احل لها الموقف بتاعها لانه موقف طبعا معقد شويه وكان عاوز حد يعني يكون عنده خبره في الحاجات ديت شويه. ولكن هنا العبره اللي احنا ناخدها من الموقف ده ان الكلمه بتاثر في البني ادم. ده لا يعني ابدا مطلقا ان الست تغضب ربها، مش هقولك تخون زوجها او هقولك تخون زوجها، لان في الاول وفي الاخر هو احنا بنغضب ربنا سبحانه وتعالى. فهو اهم حاجة ان احنا ما نغضبش ربنا. فالمفروض على الزوج يقول لزوجته كلمة حلوة، الاب يقول لبنته كلمة حلوة عشان ما تدورش عليها بره. يبقى انت لما انت تبقى شبعان في بيتك مش ممكن هتخرج بره تاكل. فاهم حاجة ان الاب او الزوج يقول للزوجة كلمة حلوة، كذلك الزوجة تقول لزوجها كلمة حلوة. لو الزوج منفعل تستوعبه وتستنى لما يهدى وتبقى تعاتبه في وقت فاضي او في وقت كويس علشان نعرف نعيش حياة زوجية كويسة. طبعا الست دي ربنا يفك كربها، وانا طبعا معرفش الكلام ده بقاله سنين وسنين. فطبعا احنا نهتم بان احنا نقول لبعض كلمة كويسة علشان محدش فينا يزعل او يعمل حاجة تغضب ربنا. دايما نحط ربنا قدامنا. ربنا هو ايه؟ هو النور اللي بيهدينا لطريق الاستقامة وطريق الحب والإخلاص في الحياة عشان نعيش حياة مستقرة سليمة. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نكون سعداء مش عشان نكون تعسة. التعاسة بتيجي مننا احنا. وسلام عليكم يا حبيبتي، معلش بقى عشان انا تعبت النهاردة وعاوزة انام.